بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا متهنين وبالستر والصحة كده ومبسوطين وفرحانين. النهارده بقى ما شاء الله يوم حلو قوي. النهارده الليلة بدأت من بالليل عملت جبنتي وعملت ظبطت اموري، ولو كان عندي حتة زبدة عملتها وجالي كده ما شاء الله اوردر صباحية. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين حاجة كده فلة. طبعا الصباحية احنا بنعملها يا جماعة على حسب رغبة، يعني مثلا رغبة الزبون او رغبة او حسب الاكل اللي هم بيجيبوه لك. يعني هو قال لك مثلا بيجيبوا لك اكل يقول لك اعمليه، او بيقولوا لك اعملي لنا كذا كذا، يعني ايه ايا كان. فطبعا النهارده هنعمل الصباحيه الجميله القمر دهيت حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يجعلها بالف هنا وشفا. كانت حلوه قوي بجد، وطبعا شكروني قوي قوي والله على الصباحيه ده. انا عملت صباحيات كتير قوي، بس اول مره يعني سبحان الله سجلت صباحيات كتير قوي صورتها، بس ما كنتش بنزلها، ما اعرفش يعني التليفون يضيع، التليفون يتسرق والله العظيم زي ما بقول لكم كده. انا صورت كذا صباحيه، بس سبحان الله ما كنتش متوفاه ابدا ان انا انزل لكم الصباحيه في القناه. طبعا زي ما انتم شايفين هنسمي الله كده ونصلي على الرسول وندخل كده في اليوم كده من بالليل. طبعا كان عندي شويه جبنه، مش كل مره بقى يا جماعه هشيل قدامكم القشطه وكده، علشان ربنا يحمي المال لاصحابه. بيجي لي اسئله كتير قوي، احنا الجبنه بتاعتنا او اللبن بتاعنا ما بيجيبش وش زي اللبن بتاعك. هو سبحان الله بقى على حسب دسم اللبن. زي ما انتم شايفين بحط شويه ميه كده، واللبن معايا كتل زي الفل، وبغطي عليه كده حوالي ربع ساعه، وبقوم حطاه في الحصيره، وبيبقى معايا كده ما شاء الله ما بينزلش من الحصيره ولا اي حاجه. عامله لكم فيديوهات كتيره جدا جدا عن الجبنه القريش بكل تفاصيلها، ما تلاقوهاش ابدا على اليوتيوب، تلاقوها يعني انا حصري بجد. ما شاء الله الطريقه بتاعتي حلوه قوي بشهاده الجميع. طبعا عملتها كده زي ما انتم شفتم. بعد ما حطيتها كده بقى يعني يعتبر 3 4 ساعات، المفروض مش اقل من 3 4 ساعات تكون محطوطه في الحصيره. قطعتها. يمكن اليوم ده كان بادئ من العصر، وانا يعني مش من بالليل، يمكن كان بادئ من العصر، وانا دلوقتي كده بقطع بالليل بقى، ويعني هبدأ ان انا اظبط الاوردر بتاع الصباحيه من بالليل، علشان يبقى اكمله كده بالنهار. طبعا قعدت طول اليوم اعمل في الصباحيه، يعني مش ساعه ولا اتنين، لازم بتجهزي الحاجه. وهنيجي بقى طبعا هقول لكم الخطوات اول باول كده وقتها. بس زي ما انتم شايفين ما شاء الله بقطع الجبنه متماسكه وحلوه قوي، وزي ما قلت لك قبل كده الجبنه يعني تظبطها بالميه، يعني مثلا تحط الميه سخنه او تحطها في الفرن، بحيث تكون ايدك متحملاها بالعافيه علشان ما تنزلش منك من الحصيره، وهي ديت فايده الميه. لو انت ما حطيتهاش بالميه مش هتتماسك معاكي وهتنزل من الحصيره. زي ما انتم شايفين متماسكه كده، وفي نفس الوقت متجانسه زي القشطه بالظبط. ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه كده جميله وتحفه يعني. اهو هنقطعها كده بالراحه، وهنشوف بقى ان كان حد له اوردر جبنه، له اوردر سمنه، له اوردر قشطه، كل حاجه ما شاء الله بتروح بقى للزبون بتاعها. يا اختي ما شاء الله حته القشطه تقوليش حته ملبن، والله حته ملبن يا ولاد. شجعوني بقى بلايك يا جماعه، والله انتوا يعني يعني ما بتشجعوش غير الفيديوهات الجبنه، وانا بصراحه بقى خايفه، لا يعني انا عايزه القناه متنوعه زي ما انا قلت لكم قبل كده. فانتوا شجعوني، يعني ايا كان الفيديو اللي انا هنزله حطوا لي عليه لايك يا جماعه، واتفرجوا عليه للاخر عشان يجي له مشاهده كده حلوه منكم، وتعليق يكون برضو كده في تحفيز، او في تشجيع لي. هنا بقى بدات ان انا اعمل الاوردر بتاعنا. انا ما عملتلكوش تفاصيل والله يا جماعه، بقول لكم بضمير. انا هقول لكم يعني النهايات اللي انا عملتها بتاعت اليوم الصباحيه، لان الفيديو كلياته كتصوير يعتبر واخد اكتر من 3 ساعات تصوير، ولو انا كنت عملته كان يقعد في المونتاج كده يعني ما شاء الله 3 ساعات يعني. بس للاسف بقى الفيديو كان التصوير كان مقسوم على جزئين، جزء في تليفون وجزء في تليفون، فما عرفتش طبعا في تليفون منهم ضاع، فللاسف ما خلاص الفيديو كده باظ. بس النهايات جايبه لكم النهايات يعني. ده ما شاء الله كان جلاش، انا بديكم بس فكره الناس بتعمل ايه. احنا طبعا في الارياف كل بلد ولها يعني طريقتها، كل بلد ولها المتاح عندها. ده كفته مشويه وفراخ مشويه وجلاش زي ما انتم شايفين كده، بشوي في الخضره بره، وطبعا مكرونه بشاميل زي ما هم قالوا. كانت تحفه قوي والله يا جماعه. اللي كان من الصباحيه ديت يعني بجد بقوا يقولوا لي قولي لنا الوصفه كل حاجه يعني لوحدها كده بالتفصيل. وده الحمام، حشوه الحمام عندي
ما تخرش الميه يعني. بصوا ما فيش في اليوتيوب حشوه زي بتاعت بجد والله. انا شايفاها كده، وكل اللي كل من الحمام دهوت قال لي انت عامله الخلطه ازاي. مش اول مره اعمل صباحيه، عملت كتير جدا وبتجيلي تعليقات على الصباحيه بالذات، على الحشوات اللي بتبقى في الاوردر او في الصباحيه. اهو انا جايبه لكم كده ايه المتاح عندي اللي لقيته، قلت احطه لكم برده تاخدوا فكره. مكرونه وجلاش، وما شاء الله 10 تجواز حمام، بسم الله ما شاء الله، او 10 فرد، او 10 فرد حمام، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. وطبعا 3 دكوره بط، بسم الله ما شاء الله، كانوا حجم كبير، عامله لهم الدقه كده او الخلطه ودهناهم، وحطاهم كده في الفرن متحمرين، ومحمره الحمام في الفرن كده، حاجه تحفه تحفه يا جماعه. ان شاء الله بقى لو ربنا قدرني وعملت صباحيه جديده هصورها لكم من بابها، ان شاء الله تقعد ساعه اتفرجوا وخلاص، هنعمل ايه يعني. وزي ما انتم شايفين الخلطة اهوت، ديت بسم حلوة الله ما قوي شاء الله لتحمير بقى. البط، يعني ما يفضلش بقى ان انت هتحمري بط يعني ايه، حاولي ان انت تحمريه في الفرن لما يكون صباحية، بياخد لون فوق وتحت كده. وطبعا دي صوصات برضو شوية كده من الصوصات الحلوة اللي عندك، بيدوا نكهة وريحة جميلة خطيرة يعني بجد. البط كان طالع كمان ريحته حلوة قوي والله، كانت ريحته تحفة. انتوا هتشوفوا بقى ايه النتيجة في النهاية، والفيديو ان شاء الله هيعجبكم. زي ما انتم شايفين ده البط اهو. طبعا الاوردر كان جاي لي يعني يعتبر الحمام والبط، اقسم بالله يا جماعه ما كانوا متنضفين ربع تنظيف، انا تعبت جدا في التنظيف فيهم. والفراخ طبعا تبلتها من بالليل وظبطتها، كانت ريحتها جميله قوي، التتبيله بتاعتها كانت حلوه. هو كان جاي لي كده الاوردر كفته مشويه يعني، كفته وبتاع ده، وفرخه مشويه او فراخ مشويه، مش عارفه كانت فرختين ولا فرخه، ومكرونه بشاميل، وكان مكرونه بشاميل وجلاش، و3 دكوره بط. زي ما انتم شايفين هو ده الاوردر، بسم الله ما شاء الله. وانا غلفت بقى كده وظبطت الدنيا بسم الله ما شاء الله، وقالت لك ايه العروسه بس يعني، او عشاء العروسه بس. لكن انا كنت في فيديوهات او في صفحات كتير عامله عشاء لام العريس وللعروسه، كنت كل حاجه منها حاجتين وثلاثه يعني. بصوا للعروسه والحماتها العروسه وحماتها، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بجد الحاجات عجبت الناس قوي. طبعا ما تنسونيش بلايك بقى واشتراك وتفعيل الجرس، علشان ان شاء الله اعمل لكم صباحيات تانية من بابها يعني. مكرونه كده جوسي وحلوه، والفراخ مستويه وريحتها تحفه. وادي 3 دكرابات، شايفين اللون رهيب وريحه تحفه ومستوي. طبعا مش هينفع اكسر لكم يا جماعه، مش هينفع اكسر علشان دي حاجه الصباحيه رايحه اهو. زي ما انتم شفتم ما شاء الله كده، غلفت لهم الحاجه وراحت بالف هنا وشفا. ما يكون عندك صباحيه طبعا تبداي من بالليل تجهزي كل حاجتك. وانا زي ما قلت لك ان كل يعني الفراخ او الطيور كانت جايه زي ما هي. ان شاء الله ربنا يصلح حالكم والفيديو يعجبكم، حطوا لي لايك واشتراك، وما تنسونيش كده بدعوه حلوه، واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.